السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة، وهنعمل مع بعض زي ما انتوا شايفين كده الحمام المحشي. هنحشيه النهاردة بالرز. خلاص، هنحشيه بطريقة سهلة وبسيطة، بحيث ان هو مش هيفك معانا خالص، وكمان مش هينفجر مننا في الشوربة ولا وقت التحمير، وهيبقى كده جميل زي ما انتوا شايفين. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي مع بعض. اول حاجه كده زي ما انتوا شايفين نزلت بمعلقه كبيره من السمنه او الزبده زي ما بتحبوا، وبعد كده هنزل ببصل مبشور. هفضل اقعد اقلب في البصل لغايه لما يدبل معايا. انا مش هخليه ياخد لون خالص، انا مش عايزاه ياخد اي لون خالص، انا عايزاه بس يدبل معايا شويه. وبعد لما البصل دبل معانا كده زي ما انتوا شايفين، نزلت بالقوانص بتاعه الحمام متقطعه قطع صغيره. خلاص، انا بنزل بالقوانص الاول لان طبعا بتاخد وقت اطول في السوا عن الكبده. تمام كده. بعد كده نزلت بالكبدة برضو متقطعة قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين، وهبتدي ان انا اقلبها مع البصل والقوانص. خلاص، وهي اصلا مش بتاخد وقت خالص في السوا. كمان نزلت بمعلقة صغيرة من القرفة، معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، ومعلقة صغيرة من الملح. وبرضو التوابل على حسب الذوق، تقدري تكتري أو تقللي عن كده براحتك خالص. بس القرفة مهمة جدا في خلطة الحمام، بتديله طعم كده ونكهة حلوة قوي. بعد كده نزلت بالرز زي ما انتوا شايفين، مغسول ومتصفي كويس جدا، وهبتدي ان انا ادوبه كويس جدا بالخلطه دي. اقلبه الاول كويس جدا، وبعد كده هنزل بميه سخنه من الكاتل، بس مش بكميه كبيره، كميه بسيطه جدا زي ما انتوا شايفين. وهسيبه لغايه لما يتشرب، ولازم يبرد خالص قبل ما نحشي الحمام بتاعنا. بعد كده بكون طبعا مجهزة الحمام بتاعي ومنضفاه كويس جدا، وكمان منشفاه كويس جدا بمناديل المطبخ زي ما انتوا شايفين كده. انا هنا شايلة الرقبة بتاعته، وكمان فاصلة الجلد زي ما انتوا شايفين من فوق كده من عند الرقبة، فاصلة كويس جدا، وكمان من تحت. خلاص، بتفصليه ازاي؟ بتدخلي ايديكي كده بالراحة ما بين الجلد واللحم، وتحاولي ان انت تفصليه من غير ما تقطعيه، بالراحة خالص. تمام. بعد كده ببتدي ان انا احشي الحمامه زي ما انتوا شايفين بالرز، الخلطه اللي احنا لسه عاملينها. بس طبعا مش بنحشيها والرز بتاعنا سخن، لازم نستنى ان الرز يبرد خالص علشان الحمام بعد كده ما يفتحش مننا. خلاص، وزي ما انتوا شايفين كده بحاول ان انا احشي الحمام بتاعي بس بالراحه خالص. وكمان وانتي بتحشيه لازم يعني ايه تفردي الرز كده جوه الحمام. خلاص، بحيث ان بعد كده وقت السوا الرز بتاعنا ده هيزيد حجمه طبعا، فالحمامة بتاعتنا ما تنفجرش او ما تتقطعش كده ويتبهدل شكلها. تمام، زي ما انتوا شايفين كده ببطط بايدي الرز. انا لازم الرز بالذات طالما هتحشي رز ما تكتريش قوي، ولازم تحاولي ان انت تبططي كده زي ما انت شايفه بايدك، علشان تتاكدي ان الرز مش زياده في الحمام. تمام كده. بالراحة خالص بتبتدي ان انتي توزعي كده زي ما انتوا شايفين. مهمة جدا الحركة دي علشان تحافظي على الحمام بتاعك وما ينفجرش منك وقت التسوية في الشوربة. وبعد ما بخلص حشو الحمام ما بين الجلد واللحم، خلاص ببتدي بقى ان انا احشيه كده من جوه زي ما انتوا شايفين، وبرده ما تكتريش قوي، لان حجم الرز بعد كده لما يستوي الرز معانا مش مستوي خالص، احنا يدوب بس حاطين شويه ميه صغيرين خالص، لسه هيستوي في الشوربه، فهيتضاعف حجمه ويزيد حجمه. تمام. لو حطيتي كميه كبيره هتلاقي الحمامه بتاعتك انفجرت خالص في الشوربه، مش هتبقى لطيفه خالص. تمام، زي ما انتوا شايفين كده. ببتدي بقى ان انا ارجع الجناحات بتاعت الحمامه بتاعتي لورا، علشان بس ايه يعني تاخد شكل حلو كده زي ما انتوا شايفين. وزي ما قلت لكم تحاولوا تبططوا الرز كده بايديكم. خلاص، زي ما انا بعمل بالظبط. بس كده ده شكل الحمامه بتاعتنا.
بعد كده هبتدي اسوي الحمام بتاعي. نزلت ببصلايه 4 فصوص من الحبهان، ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسمر وورق لوري، وكمان نزلت بالحمام بتاعي زي ما انتوا شايفين. واهم حاجه مستوى الميه ما يغطيش الحمام. ملحوظة مهمة جدا، احنا بنهدي النار خالص على الحمام بتاعنا وقت التسوية، وكمان مش بنقفل الغطا قوي خلاص، بنسيب جزء كده مفتوح فيه علشان الحمام بتاعنا ما ينفجرش في الشوربة وقت التسوية. وده شكل الحمام بتاعنا بعد ما استوى. وفي طاسة على النار كده زي ما انتوا شايفين نزلت بخليط ما بين السمنة والزيت، وهبتدي ان انا احمر الحمام بتاعي. وده شكل الحمام بتاعنا بعد ما خلصنا خلاص. زي ما انتوا شايفين كده اخد لون ذهبي جميل جدا، السمنة مع الزيت بيدي لون حلو قوي قوي زي ما انتوا شايفين. بس كده وصفتنا النهاردة انتهت، والفيديو بتاعنا النهاردة خلص خلاص. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وصفة النهاردة تكون عجبتكم، ويا رب تجربوها وتعجبكم. واشوفكم فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.